واو! هنقطّع مع بعض دلوقتي الكيكة أو التورتة بالليمون، كيكة أو تورتة الإنجاز، تمام؟ هنسميها زي ما تسميها دي كيكتِك وأنتِ اللي تعبانة فيها، تمام؟ هنقطع مع بعض قطع كده. ولا محتاجة صوص ولا محتاجة أي حاجة، هي لوحدها حكاية رهيبة، 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 ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم في الجمال ده؟ إيه رأيكم؟ في أجمل من كده؟ بصوا ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، كيكة حكاية. وهنضغط عليها كده. تحفة 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 ورهيبة رهيبة رهيبة. وهندوقها معاكم. بصوا ما شاء الله، الليمون اهو معاها. بصوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رهيبة 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 وتحفة وروعة وروعة، ولا فيها مزازة ولا فيها حاجة. المزازة الحلوة، المزازة الجميلة. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم وهتاكلوها بألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناتي، قناتنا نهم. يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة هعمل معاكم كيكة الإنجاز أو تورتة الإنجاز. جايلك ضيوف ومش عارفة تعملي حاجة حلوة ايه تقدمها لهم، تعمليها على طول وكأنك عملتي حاجة كبيرة قوي. طبعا احنا دلوقتي في موسم الشتاء، وفي موسم الشتاء في البرتقال وفي الاستفندي والليمون الكبير ده اللي حجمه كبير، وكل ده فيتامين سي. فعملنا كيكة اليوسفي وفي كيكة البرتقال. دلوقتي هنعمل مع بعض كيكة الليمون. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف معانا ايه. أول حاجة معانا كوبايتين دقيق من المج ده، أنا معايراهم من المج ده وعادي يعني، بس هما كوبايتين دقيق. الكوباية اللي انت بتعايري بيها تعايري بيها كل المكونات، تمام كده. دي كوباية ودي كوباية. ومعانا علبة زبادي وسط، وكوباية أو مج كبير سكر، واتنين بيضة، ونص كوباية زيت، ونص كوباية لبن، وعصير ليمونة من الليمون الكبير ده. طبعا بناخد العصير ما بتضربهاش في الخلاط، لا بتعصريها في عصارة، بس ما تضربهاش في الخلاط لان احنا مش عايزين القشرة البيضة دي عشان ما تمررناهاش. وخدنا برضو بشر الليمون، برضو بعدنا خالص عن الطبقة البيضة. ومعانا حوالي معلقتين كبار سكر، هقول لكم هنعمل بيهم ايه. وفانيليا بيكنج باودر، كيس بيكنج باودر وكيس فانيليا. ومعانا الليمون اللي مقطع دواير ده، برضو هنشوف هنعمل بيه ايه. نشوف هنبتدي مع بعض. اول حاجة ايه؟ اول حاجة هنضيفها مع بعض السكر والزيت، تمام كده. هنضربهم كويس الاول على الهادي وبعد كده على السريع. وبعد كده هنضيف البيض
تمام كده. كل ما نحط حاجة نضيف اضافة يعني ايه نضربها مع بعض. الفانيليا، كيس فانيليا، وبعدين الزبادي. الزبادي بقى بيعمل طراوة كده وبيخلي الكيكة بتاعتنا بونش كده. هنبتدي نضيف البيض، هننخله. مهم جدا نخل الدقيق، خلي الكيكة كده مش مكتومة متهوية. تمام. هننخل اول كوباية ايه ونضربها بالمضرب. وتاني كوباية او تاني مج ايه هنضربه، هننخله بالمنخل. وهنضيف كيس البيكنج باودر، وأقلل على الهادي مع الفرن دي. المرحلة دي هنضيف اللبن، ودلوقتي هنضيف عصير الليمونة. كده كمية السوائل محسوبة وكل حاجة محسوبة، عشان احنا عايزين الكيكة بتاعتنا تكون القوام بتاعها يعني متوسط، يعني ولا هي تقيلة ولا هي خفيفة، القوام المناسب يعني. خلاص كده الكيكة بتاعتنا بقت جاهزة. تمام. اخر حاجة بقى هنضيفها بشر البرتقال. ليه؟ عشان احنا عايزينه يبقى بوحدته كده، ما يبقاش ما يدوبش يعني. اما نحط بشر الليمون في اخر مرحلة، طبعا مش بنضرب بالمضرب الكهرباء، لا كده بالسباتيولا كده بس كده. كده الكيكة بتاعتنا بقت جاهزة، وانا فتحت الفرن، ودلوقتي هنحطها في الصينية. انا دهنت الصينية وعفرتها بالدقيق وهرص الليمون. مش عارفة كل شوية اقول برتقال عشان هي بتتعمل بالبرتقال، بس هرص الليمون، شرايح الليمون. انا رصيت شرايح الليمون، وطبعا انا بشيل البذر منها، يعني بتشيلي البذر كده، بتشيليه من هنا اما بعد ما بتقطعيه. تمام. دلوقتي هحط اول حاجة قبل الكيكة، هنحط السكر. هنرش السكر كده على الليمون عشان يتكرمل شوية.
انا يعني ما استخدمتش الكوبايه كلها، يعني ترشي يعني ايه الكميه المناسبه. تمام. دلوقتي هنضيف الكيكه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصينيه بتاعتنا، يعني الكيكه دي تكفي صينيه من 24 ل 26، مش اكتر من كده عشان تطلع عاليه. كده تمام. هنعمل بقى الحركة اللي بنعملها كل مرة، كام خبطة كده، حوالي 4-5 خبطات يعني، بس كده. وهندخلها على الفرن، وان شاء الله يعني هتاخد كده حوالي نص ساعة، ونفتح عليها ونشوفها. ولما نفتح عليها ونشوفها ونختبرها بالخلة، نسيبها في الفرن شوية، نطفي الفرن ونسيبها شوية ونطلعها على طول. تمام. الكيكة بتاعتنا هي طلعت من الفرن، بس انا ما طلعتهاش على طول، طفيت الفرن وسبتها شوية. ليه؟ لاني لو طلعتها على طول من الفرن هتهبط، فسبتها شوية، يعني 5 دقايق كده وطلعتها. دلوقتي بص، اختبرتها انا طبعا اهو. تمام كده. هنسيبها لغاية ما تبرد خالص، وبعد كده هنقلبها. الكيكة الجميلة بتاعتنا اهي، كيكة الليمون، او التورته، اللي يعجبك. عايزه سميها زي ما تسميها، كيكتك وانت اللي تعبانه فيها. عايزه تسميها كيكه سميها، عايزه تسميها تورته سميها، وهتنجز معاكي وهتشرفي قدام ضيوفك، وفي اقل وقت وباقل امكانيات ان شاء الله تطلع احلى تورته واحلى كيكه. تمام. هنزينها شويه بالجوز الهند كده. انا قلبتها بعد ما بردت. او اي حاجة عندك يعني، مش شرط يعني جوزين، والمتاح. وهي متزينة لوحدها يعني، هي مش محتاجة اصلا. دي كيكة الانجاز او تورتة الانجاز. تمام كده. كده بقت جاهزة معانا، وكده كله تمام. الفيديو بتاعنا خلص، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، و... ويا رب تكون بتعجبكم وصفاتي، وإن شاء الله أقدم لكم كل جديد سهل وسريع ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.